نكتة كسولة، بس زوجها ذكي تعال ماشيها. زوجته تقول لو قم ننظف البيت، قال لها وأنا كنت مفكر ليش الله خلق الريح. قالت له زوجته ليش ما تساعدني في البيت؟ قال مستحيل، أنا مشروع رجل أعمال، مش رجل أعمال المنزل 3. قالت له أنا تعبت من الشغل في البيت. قال أنا تعبان حتى من التفكير في شغلك في البيت. سألته زوجته ليش ما تغسل الصحون؟ قال أنا فنان، والفنان لا يقدر يمسك فرشات وورقة بنفس الوقت 5. قالت ساعدني في الطبخ. قال أنا أفضل أكون القاضي مو الطباخ 6. قالت له لما تتعلم تساعدني؟ قال بعد ما يصير عندنا طاقم خدم كامل 7. حط الغسيل في الغسالة. قال حط الغسيل هناك وأنا بحفز الغسالة، بحكي مع حفز 8. قالت له ليش ما تساعدني في الكي؟ قال بكل احترام، مهمتي العقل المدبر فقط 9. قالت متى تقرر تنظف الغرفة؟ قال أول ما أحصل على حوافز كافية. قالت له لو تشيل زبالة؟ قال لأني أحافظ على البيئة، ما أستعمل الكيس إلا وهو ممتلئ بالكامل. قالت له نظف الحديقة. قال الطبيعة أمور إلهية ما أقدر أتدخل فيها. 12. قالت له تسخن العشاء. قال لازم يكون عندنا طباخ في البيت، الموضوع ممل. باش. قالت ليش ما تشتغل زي باقي الأزواج؟ قال أنا زوج بس بمواصفات الراحة التامة 14. قالت طبخني شيء مميز. قال مميز جدا لدرجة إنه بس أنا أقدر راحة من دون طب 15. قالت له ساعدني أكوي. قال يكفي يكوي حضورك. قالت له ليش ما تحضر لي قهوة؟ قال لأني أحافظ على طاقتي. 17. قالت له بدنا ثلاجة جديدة. قال ليش جديدة؟ خلي القديمة تعيش معنا بكرامة. قالت أعمل حديقة خضراء. قال حافظي على الطبيعة بالأساس لونها بني. 19. قالت شو تحب تساعدني؟ قال أسيني ككنبة وأنا بنام مرتاح. قالت اكتب معي لائحة طلبات. قال الخيال الخاص فقط من عندك. 21. قالت نشتري كنبة جديدة. قال أنا وأنت كنبة واحدة. قالت له نحتاج تنظيف بالبيت. قال الحياة مليانة غبار، شيء طبيعي. 23. قالت له غير اللمبة. قال العتمة سرية ووجوه غامض. قالت تضبط الحنفية. قال إيه كور مودرن، مش لازم كل شيء يشتغل. 25. قالت تسخن الحساء. قال أصلا الحساء صحي بارد. قالت له ليش ما تساعدني أكنس الأرض؟ قال بنتعلم نشوف جمال التراب. 27. قالت له خذ المبادرة. قال موضة التسويف تعجبني. قالت ليش ما تسوي شيء غير الكسل؟ قال حتى الكسل له فنان. 29. قالت له بجددك شوي. قال كلما تقادم زاد أصالة. 30. قالت بترك لك البيت نظفه. قال البيت عاش معي كفاية أفهم خلاص. 31. قالت يا ريت تكون نشيط. قال النشاط أهم شيء في القعدة. قالت له نحتاج إصلاحات. قال العيب ليس بالبيت، الفخامة في البساطة. 33. قالت له غسلت السيارة. قال التراب يحمل لون من الخدوش. قالت له ما تبغى تشتغل؟ قال الراحة احتياج أساسي. 35. قالت له ليش كسول؟ قال الكسل فن، واللي يبدع فيه مثلي نادر. أتمنى تعجبك وتضيف بعض البهجة